لعيبه كتع كسل كسح. هو احنا كل ماتش على السواد المغلي ده؟ ناصر منسي يفرحنا في اول الماتش نقول الحمد لله، الفرقه التانيه تتعادل نقول ان شاء الله هنكسب، ينزل سيف الدين الجزيري يجيب جون جميل، وفي الاخر برضك وفي اخر كل مباراه يدخل فينا جون ما يدخلش في حد. إيه انت يا عواد مالك؟ يعني انت لسه نازل فريش والدنيا جميله ويخش فيك ضربه راس ما تخشش في نشء صغير. احنا مش هنتني على السواد ده كتير، احنا زهقنا وملينا. بس الفرقه ديت الحمد لله اللي احنا بنعرف نتعادل مع الفرق بالسكواد اللي عندنا ده. الحمد لله اللي احنا بنعرف نتعادل مع اي فرقه ما بنتغلبش. السكواد ده المفروض ينزل اي ماتش يتغلب. الناس بقى اللي كانوا بيقولوا احنا نروح ماتش بيراميدز، مش محتاج نروح بناشئين، هو الفرقه دي لو راحت كده كده هتتغلب يعني. مش قصه تريحوا دماغكم بقى، ولا 3 نقط يتخصموا من الاهلي ولا بتاع. الفرقه ديت يشوفوا هيفلتروا مين السبع تمن لعيبه اللي هيقعدوا، والباقي كده بعربيه نص نقل ربنا يكرمهم كده ويمشوا من النادي، ويجيبوا لنا عربيه نص نقل محمله بلعيبه بامانه والله، عشان احنا كده اتخنقنا. مباراة الزمالك دلوقتي بقت كابوس، بعد ما كنا حلم بنستناه عشان نتفرج على الزمالك وعلى لعيبة الزمالك. لا دلوقتي بقى عندنا كابوس اسمه ماتشات الزمالك ولعيبة الزمالك دلوقتي. لعيبة كتع كسل كسح ما بيتحركوش. ربنا بص دعا علينا بواحد زي مصطفى شلبي، دعا علينا بواحد زي دونجا. ما عندناش حلول قدام خالص. هو ناصر منسي يا عيني بيقعد يعافر لحد ما بيجيب له الجون، سيف الدين الجزيري بينزل يحنكش لحد ما بيجيب له الجون، في الاخر كده كده احنا بنتعادل. يبقى ريحونا بقى من الشغلانه دي بقى، محدش والنبي يعني ايه، ربنا يعديها على خير. اما نتعادل احسن ما نتغلب بالسكواد اللي موجود ده. ربنا يستر بس في نهائي كاس مصر الواحد مش مطمن بجنيه، ولا نهائي كاس مصر ولا اي حاجه. احنا نطلع السنه دي 0 بطولات كده ونريح دماغنا ونشوف العربيه النص نقل اللي هتجيب لنا لعيبه، بس يا رب كل لعيبه على مستوى نادي الزمالك. احنا ما عندناش حلول خالص في الملعب. المشكله مش مشكله مدرب، احنا السكواد عندنا ابيض، لعيبه ابيض.